حبايب قلبي طلاب المرحلة الابتدائية، أهلا بكم في نون البداية مع درس جديد من دروس النحو اللي اتضافت للمنهج الجديد. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل واجعل عملي خالصا لوجهك الكريم. طبعا عم فصيح الفصيح لمح موس من بعيد، يسيب موس في حاله ازاي؟ يجيبوا يقرفوا شوية بدروس النحو الجديدة اللي اتضافت للمنهج. ايه يا في ايه؟ ايه ما تبصش شوية في ايه بالظبط. ازيك يا موس؟ تعال ندردش شوية وهسألك شوية أسئلة هتفيدك في المنهج بتاعك، وبعد كده بقى خلي المعلمة بتاعتك تشرحها لك. متوديناش في داهية يا عم فصيح والنبي، اسمها معلمة. ماشي يا سيدي معلمة. دلوقتي هسألك سؤال، قولي بقى هي ليه لما المعلمة بتدخل عندكم الفصل انت وزمايلك بتقفوا؟ هي دي عايزة كلام يا عم فصيح؟ طبيعي بنقف عشان مش كل حد فينا يتضرب عصايتين. ازيك يا موس؟ اهرب على فين؟ اهرب على فين؟ اهرب من تحت عقب الباب، مش هيجي على مقاسي. انا اسف يا معلمة. دلوقتي يا بطل هسألك سؤال، ليه لما بيجي وقت تحية العلم في طابور الصباح بنقف كلنا وقفة معينة؟ ما ينفعش لا نتكلم ولا نضحك ولا نهزر ولا نعمل أي حاجة فيها. إيه، عشان ما نتعكبش ونلم الزبالة من الحوش. يا ابني ما توديناش في داهية، احنا بنقف طبعا احتراما وتقديرا وانتماء للوطن بتاعنا، يبقى احنا بنقف عشان احنا بنحترم وبنقدر الوطن بتاعنا. هو ده بقى الدرس بتاعنا النهاردة، هو ده بقى المفعول لأجله. ايه هو المفعول لأجله؟ المفعول لأجله هو اسم يبين سبب قيام الفاعل بالفعل. لا مش فاهم يعني ايه؟ يعني هو اسم بيوضح لي، بيقول لي الفاعل عمل الحاجة دي ليه. زي كده انت ليه بتقف لما بيدخل المعلم؟ احتراما له. ليه بتذاكر؟ رغبة في النجاح. تمام، يبقى هو اسم بيقول لي ليه الفاعل عمل الحاجة دي. زي بالظبط المثال اللي معانا دلوقتي، بيقول لك ايه؟ رحب المحافظ بالعمال تقديرا لجهودهم. يعني ليه المحافظ رحب بالعمال؟ عشان هو مقدر الجهود بتاعتهم. يبقى المفعول لأجله هو اسم هيجي في الجملة الفعلية ويقول لي الفاعل ليه عمل الحاجة دي. تمام، يبقى أول ما تشوف جملة فعلية شاكك إن الاسم ده هيكون مفعول لأجله، حط لماذا؟ ليه؟ طيب خلونا ناخد مثال تاني. المثال بيقول إيه؟ أذهب إلى المكتبة حبا للقراءة. ليه بتروح المكتبة؟ عشان بحب القراءة. يبقى حبا هنا أقول عليها مفعول لأجله، يبقى اسم منصوب بيقول لي الفاعل عمل الحاجة دي ليه. يلا بينا ناخد مثال تالت معانا. بيقول جرى اللص خوفا من الشرطي. لماذا جرى اللص؟ ليه اللص جري؟ عشان خايف من الشرطي. إذن كلمة خوفا هنا مفعول لأجله. تعالوا هنا نستخرج مع بعض المفعول لأجله من الأمثلة اللي عندنا دي. يبقى أنا هدور على اسم منصوب في جملة فعلية معناه علشان. يعني هنا اشتركنا في المسابقة أملا في الفوز. لماذا اشتركنا في المسابقة؟ ليه اشتركنا في المسابقة؟ عشان عندنا أمل إن إحنا نفوز، يبقى أملا هنا مفعول لأجله. طيب تعالوا نشوف المثال التاني معانا. بيقول ايه؟ يخرج الصياد صباحا طلبا للرزق. لماذا يخرج الصياد صباحا؟ ليه الصياد بيخرج الصبح؟ علشان بيطلب رزقه. يبقى طلبا هنا نقول عليها ايه؟ مفعول لأجله. نفس الكلام الجملة اللي معانا، أطيع أبي حبا له. ليه بتسمع كلام بابا؟ عشان أنا بحبه. يبقى حبا هنا مفعول لأجله.
طيب يا معلمة، هو المفعول لأجله ده ملوش إعراب؟ لا، ليه إعراب. مش احنا قلنا في بداية كلامنا خالص إن هو اسم نكرة منصوب؟ فكل اللي عليك هتعرب هو زي المفعول به. مش المفعول به منصوب؟ هو اسمه مفعول لأجله، فزيه بالظبط يبقى مفعول لأجله منصوب. تمام؟ كده يا أبطال نكتفي بهذا القدر، وأراكم المرة القادمة مع درس جديد.